مساء الخير. النهاردة هنعمل وجبة غدا أو عشاء من البطاطس، طعمها حلو قوي بدون آلية في الزيت. طعم وريحة بجد ايه، حاجة تحفة كده. أتمنى تضغطي لايك للفيديو علشان يروح لكتير من المتابعين، وتعملي اشتراك وتفعلي الجرس على الكل. أنا معايا 3 حبات من البطاطس، حجمهم متوسط. هبدأ أخرطهم كده علشان أقطعهم طبعا لمكعبات. كمان المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف، السهم اللي تحت الفيديو بتضغطي عليه بتلاقي المقادير. ببدأ كده أقطعهم لمكعبات. كل الكمية هقطعها المكعبات بنفس الشكل وارجع لكم. هبدأ أغسلهم وأصفيهم، وبكون بسخن مية على النار علشان هسلقهم لمدة 10 دقايق. أنا عايزة البطاطس برضو تكون جامدة مش مهرية، وهضيف لها ملح. 10 دقايق كده واطلع البطاطس زي ما انت شايفة كده، جامدة وفيها طبعا سوا. وهبدأ طاسة على النار، هضيف معلقة زيت بس. الوصفة دي بس مش هتاخد منك الا المعلقة دي بس. وهضيف معلقة توم مفروم، وهبدأ كده اشوحها. وعلى طول هضيف عليها قرنين فلفل اخضر مقطعاهم، وهبدأ اقلبهم كده. وهضيف عليهم كمون، وهضيف فلفل اسمر، وهضيف نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وهضيف معلقة صلصة. هبدأ اضيفها كده عشان تدي معايا لون للبطاطس وطعم كمان. طبعا لسه هتشوفوا دلوقتي البطاطس ازاي هتطلع باللون اللي انت شفتوه في اول الفيديو، الطعم اللي هتشوفوه لو عملتوها طعم بجد رهيب. ببدأ كده اعصر نص ليمونة، طبعا دي بذرة هشيلها على جنب. وهبدأ اضيف الملح في الاخر كده. وهبدأ اضيف كده ايه، مكعبات البطاطس. وهبدأ اقلبها كده ايه، عشان تشرب كده ايه من ريحة التوابل والثوم والفلفل الاخضر. كانت ريحة طالعة حلوة قوي. حاجات بسيطة وريحة كده بتدي ريحة وطعم جميل. بصوا انا كده لسه ما خلصتش. انا بصوا بقلبهم كده وهسويهم كده في الطاسة دي، علشان بس مسخنة الفرن دلوقتي وهدخلهم في الفرن. بصوا انا دخلتها في الفرن، حطيتها على الرف الارضي الاول، وبعد كده رفعتها على الشبكة لما تاخد اللون ده. طبعا هي مستوية، ما خدتش منك 10 دقايق كده. ببدأ كده اقدمها. بجد ريحتها حلوة قوي. طبعا انتوا لو حابين الفيديوهات القصيرة، اكتبي لي في التعليقات واعملي لايك للفيديو ده علشان ينتشر. وانا هعمل لكم فيديوهات كتيرة قصيرة. هبدأ كده اضيف لها الكزبرة الخضراء مقطعاها كده تزين الطبق وكمان تدي طعم. بجد وجبة حلوة قوي، ريحتها جميلة، طعمها حلو قوي، اتمنى تجربيها.